تعالوا النهاردة نعمل أسهل طريقة للفراخ المشوية زي المطاعم وأحلى كمان. بجد حاجة هتشرفك بجد قدام ضيوفك وقدام أي حد. قبل ما نبدأ الفيديو لو عجبكم اضغطوا لايك ويلا بينا نبدأ. أول حاجة كده هجيب فرخة، وزن الفرخة دي 2 كيلو إلا ربع. غسلتها كويس جدا بالخل والليمون والدقيق وهنشفها كويس قوي. تمام، هجيب بقى طبق احط فيه الفرخه بتاعتي وهركن الطبق ده على جنب لحد ما احضر بقى المكونات الخلطة بتاعتها. هجيب كده في الخلاط هضيف بصلة متوسطة و2 حبة طماطم وقرن فلفل اخضر، 2 معلقة كبيرة من الزبادي، 3 معالق كبيرة زيت، 2 معلقة كبيرة عسل ابيض، معلقة كبيرة مستردة اللي هو الخردل، وليمونة كبيرة هقطعها شرايح، 3 فصوص توم، معلقة صغيرة فلفل اسود، معلقة كبيرة بابريكا، كزبرة صحيحة و5 عود من القرنفل، معلقة كبيرة زعتر، ربع معلقة صغيرة من الخل، ومعلقة كبيرة بهارات دجاج، معلقة كبيرة من الملح، وحبهان حوالي 5 حبات حبهان كده. نضرب المكونات كويس جدا في الخلاط، وبعد كده بعد ما نضرب بقى المكونات دي هناخد 2 معلقة نحطهم في طبق هنحتاجهم، وهقول لكم هنحتاجهم ازاي دلوقتي. بعد كده بقى هجيب الخليط بتاعي وهنزل بيه على الفرخة كده، وهعمل بقى الفرخة من جوه من تحت الجلد، هدخل الخلطة في الفرخة بالكامل. بعد كده بقى ادخلها التلاجة لمدة 3 ساعات، ويفضل ان احنا ندخلها ليلة كاملة. هجيب بقى طبق كده وهضيف فيه بطاطس وجزر وكوسة وبصل وطماطم و4 فصوص من الثوم، والاتنين معلقة بقى اللي احنا شلناهم من الخلطة هنضيفهم على الخضار. نقدر نستخدم اي خضار زي ما احنا عايزين، نحط بدنجان، نحط اي حاجة تاني، احنا بروكلي، قرنبيط، اي حاجة احنا عايزينها. هجيب بقى الفرخة بتاعتي وهجيب الخضار وهحشي الفرخة بتاعتي بالخضار كويس جدا، واللي هيفيد بقى من الخضار ده هحطه حوالين الفرخة كده في الصينية اللي احنا حاطينها. هقفل بقى هكتف بقى الفرخة كده، هفتح فتحة صغيرة من تحت واكتفها كويس. هوزع بقى باقي الخضار بتاعي كده في الصينية او في القالب اللي انا هعمل فيه. هجيب بقى خلة اسنان واثبت الاجنحة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه. بعد كده بقى هجيب ورق الفويل، ورق الزبده، ورق الزبده احطه الاول، وبعد كده من فوق ورق الفويل وهقفل الصينيه كويس جدا. بعد كده ادخلها الفرن لمده ساعه ونص، ممكن تاخد انتوا عندكم اكتر او اقل. بعد كده اشيل بقى الورق واشغل عليها الشوايه لمده 5 دقايق و10 دقايق تاخد بس وش كده. بعد كده بقى هخرجها من الفرن، ازينها كده باي حاجه خضراء عندنا لو متوفر، مش متوفر خلاص حطيت عليها شرايح ليمون. عايزه اقول لكم ان الفراخ دايبه مستويه جوسي جدا من جوه وطعمها تحفه والريحه كمان تجنن، رهيبه يا جماعه، بجد جربوها بالطريقه دي. مش عايزه اقول لكم كمان الصوص والخضار ده بجد طعمه تحفه. انا قدمتها مع رز بشعريه بالمستكه، تقدروا تقدموها مع اي حاجه انتوا عايزينها. يا ريت لو عجبكم فيديو النهارده ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير للفيديو، وتشتركوا في صفحتنا على الفيسبوك وقناتنا على اليوتيوب. كنت معاكم ساره ابو حامد، دمتم في